بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أشير إلى خطر الصين أو تهديد الصين بالنسبة للعالم الإسلامي بأسره، وتركستان طبعا جزء عزيز من العالم الإسلامي. تذكرة تاريخية. حدث صدام أولي ما بين الحضارة الإسلامية وما بين الحضارة الصينية في العام 751 ميلادية 134 هجرية في موقعة كبيرة جدا مشهورة في التاريخ، هي موقعة تلس. هذه الموقعة هزم فيها الصينيون هزيمة مدوية، وعدت واحدة من أكثر وأكبر المعارك حسما في تاريخ العالم. أسفرت المعركة عن تقوقع الصين خلف سورها العظيم لما يزيد عن 1800 أعوام تقريبا، وأسفرت أيضا عن حسم إلى من ستنتمي مناطق آسيا الوسطى وآسيا الداخلية بصفة عامة، هل إلى الحضارة الصينية أم إلى الحضارة الإسلامية؟ بعد فترة التقوقع الأنظمة الحاكمة في الصين كانت ولا تزال دائمة التطلع للهيمنة على محيطها الجغرافي والتمدد الاقتصادي والسياسي في أي فراغ للقوة يبدو لها. احتلت تركستان الشرقية في العام 49 وتسعى أيضا للسيطرة السياسية والاقتصادية وتوسيع نفوذها على دول العالم الإسلامي. تمارس النفوذ وهو التهديد الأخطر والأكبر على العالم الإسلامي. وتعريف النفوذ يعني التأثير الذي يمارسه طرف على آخر لتحقيق هدف معين رغما عن قناعاته أو دون معرفة أو فهم أو دفعه للصمت على ممارساته، وهو محصلة لعدد كبير من عوامل القوى المادية وغير المادية. ويستطيع الطرف صاحب النفوذ السيطرة بدرجات متفاوتة على عقول وأفعال الشعوب ورجال الأعمال والنخب السياسية للطرف الآخر، مما يدفعهم لوضع أجندته الاقتصادية والسياسية كأولوية يتبناها أو يعبر عنها هؤلاء ولا يستطيعون انتقادها أو تقديم البديل. السيطرة تتم عبر آليات متعددة باستخدام أحد أنماط القوة زي القوة الصلبة عسكرية أو اقتصادية، وأشير هنا إلى مجموعة شنغهاي وهي تضم حوالي 9 دول، 6 منها إسلامية، 6 دول إسلامية منها تشكل دول آسيا الوسطى بالتحديد الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي معظم المجموعة، والبعد الأمني والاقتصادي هو الأساس في هذه المجموعة. وده بيفسر السؤال اللي كانت الأستاذة الدكتورة ماجدة سألته: لماذا لم يحضر أحد من دول تركستان الغربية أو دول وسط آسيا المجاورة للصين النفوذ الصيني والتأثير الصيني والعلاقات الاقتصادية والأمنية المتشابكة ما بين الصين وتلك الدول والتي تصل إلى حد الهيمنة الاقتصادية والسياسية على تلك الدول. أنوه أيضا عن أفغانستان والوضع الحالي لها بعد خروج القوات الأمريكية وتمدد الصين أو استعداد الصين للتمدد داخل أفغانستان واستغلال ثرواتها وتأمين الوضع بها، وأينما حلت الصين في مكان سيحل الاضطهاد بالإيغور والتركستانيين، وهو ما تم التنويه عنه من قبل بعض الأفغان. أيضا أتكلم عن مبادرة الحزام والطريق، تكلم عنها الدكتور خالد بيضون، وهي مبادرة خطيرة تشترك فيها أكثر من 70 دولة، 60% من سكان العالم، 40% من التجارة الدولية، و35% من اقتصاد العالم. كثير من الدول الإسلامية تشارك في المبادرة. المبادرة تهتم بالبنى التحتية، تقدم الصين الكثير من القروض للدول المشاركة في المبادرة، وهذه القروض يصعب تسديدها فيما يعرف اقتصاديا بفخ الديون الصيني. القروض تقدم بضمانات الموانئ، الطرق، المطارات. تستطيع الصين استغلال عجز الدول عن سدادها، حيث ان البنى التحتية لا يوجد منها عائد سريع وقد تكون أكبر من إمكانات الدول الاقتصادية، بمعنى هناك مطارات ضخمة تقام، وهو يؤشر على أبعاد عسكرية وسياسية واستراتيجية للصين في هذه المبادرة. يعني ليس البعد الاقتصادي والهيمنة الاقتصادية هو البعد الوحيد لهذه المبادرة، بل هو العولمة الصينية.
فخ الديون الصيني وقع فيه العديد من الدول، يعني أذكر اليونان وتم تأجير الميناء فيها، وأيضا هناك مشاكل في هونج كونج، طاجيكستان، جزر المالديف ومدغشقر وباكستان وقرغيزيا. الزعيم الراحل مهاتير محمد أشار إلى مخاطر هذه المبادرة، وأوقفت ماليزيا بعض مشروعات المبادرة، وتم إعادة التفاوض على هذه المشروعات وتخفيض قيمة التعاقدات مع الصين إلى ما يقرب من النصف، فيما يشير إلى الاستغلال الصيني ودرجة الوعي الضعيف عند بعض الدول الإسلامية المشاركة في مشروعات المبادرة. وعبر الرئيس الراحل حاضر محمد عن الأمر قائلا: لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار. أيضا الصين تنتشر بقواعدها العسكرية. هناك قاعدة عسكرية صينية افتتحت في جيبوتي في 1/8/2017 في إطار ما يعرف بعقد اللآلئ الصيني، مجموعة موانئ لها أبعاد اقتصادية وعسكرية واستراتيجية على المدى القريب والطويل لنشر الهيمنة والنفوذ الصيني. أيضا تستخدم الصين من أهم مخاطرها القوى الناعمة. القوى الناعمة المتمثلة في الثقافة، الإيديولوجيا، التقدم العلمي وغيرها لتحقيق النفوذ في العالم الإسلامي. بلا شك الصين في الواقع لديها ضعف واضح في مجال القوى الناعمة. الإيديولوجيا الشيوعية لم تعد جاذبة لأحد. هناك صعوبات في مكونات الثقافة الصينية، هي عصية على التناول من حيث اللغة، العادات، التقاليد، غرابة الحياة الصينية وانغلاق المجتمع الصيني على ذاته، والنرجسية البالغة التي يشعر بها الصينيون سواء كانوا شعوبا أو نخب حاكمة. بمعنى الصين في الحقيقة ليس لديها مشروع حضاري مقنع يستطيع أن يجذب الآخر إلى صفه، إلا أنها تحاول التغلب على ذلك بأشياء عديدة، بإقامة المراكز الثقافية، بتقديم المعونات والمنح الاقتصادية، بإقامة منتديات التعاون ما بين دول العالم العربي والإسلامي والصين، بعمل منح دراسية وتعليمية، محاولات تعليم اللغة الصينية، المهرجانات الشعبية والثقافية الصينية والمنتشرة حاليا في العديد من دول العالم الإسلامي. وللأسف الشديد في ظل حالة الارتباك وتشوش الوعي بالذات لدى العالم الإسلامي والانبهار بالتقدم والحضارة الصينية، يعني تلقى هذه الوسائل القبول لدى بعض النخب أو أغلب النخب وأيضا الشباب. أيضا القوى الناعمة ليست دائما أخلاقية. هناك يعني أساليب أخرى للقوى الناعمة تبرز في الابتزاز والرشوة، وهي أساليب تبرع فيها الصين. من عوامل الخطر على العالم الإسلامي أيضا، وهو في المجال القريب أو المحيط القريب جدا أو في الفناء الخلفي للصين، الأقليات الصينية. الأقليات الصينية موجودة، وبالأخص خطورتها موجودة في إندونيسيا، في ماليزيا. يتمتعون بقوة اقتصادية كبيرة ودعم واضح سياسي واقتصادي من الصين، ويشكلون خطر كبير على هذه الدول. وللتذكرة يعني الأقليات الصينية في ماليزيا في سنة 64-65 دفعت بالحكومة الماليزية لفصل سنغافورة عنها، وهذه مخاطر ماثلة. يعني السفير الصيني تدخل في 2015 على ما أظن، كانت مظاهرات الإخوة الماليزيين كانوا ينوون إقامة مظاهرات، والسفير الصيني نزل للشارع الذي يقيم فيه وتتركز فيه الجالية الصينية، وقال بأن الصين لن تسمح بأي أذى للحكومة للجالية الصينية الموجودة أو للعرق الصيني. هذا من مخاطر الصين. من أهم مخاطرها أيضا الرؤية النرجسية المتصلبة لذاتها. يقول ماو: سيتحتم عليهم أن يمروا بمرحلة الإجبار قبل أن يدخلوا مرحلة إعادة صياغتهم بمحض إرادتهم. وهذا ما يفسر معسكرات الاعتقال الجماعي، هذا ما يفسر لماذا تكره الصين
الإيغور التركستانيين على تغيير الهوية، تغيير الثقافة. أيضا بل تغيير الدين. يقول الرئيس شي جين بينغ: علينا التطبيق الكامل لسياسة الحزب حول الشؤون الدينية والتمسك باتجاه تصيين الأديان، بمعنى تحريف الأديان، بمعنى يعني أن تعديل الإسلام يتوافق مع الشيوعية، يتوافق مع الاشتراكية الصينية، مع الرؤية الصينية. الصين نرجسية، حتى في رؤيتها للشيوعية هناك الشيوعية الصينية، تريد أن يكون هناك الإسلام الصيني. هذه الصيحات تحريف للإسلام. وللأسف في ظل أيضا الوعي الضعيف بالذات، في ظل عدم الالتزام، قد تلقى هذه الوسائل القبول، خصوصا أن الصين تستخدم وسائل عديدة للقوى الناعمة: الإعلام، الإذاعات المسموعة والمقروءة والمرئية بلغات متعددة، وتبث فيها ما تشاء من السموم. أيضا أشير إلى مصطلح الإرهاب والملصق دائما بالمسلمين، وهو الحجة المستخدمة حاليا لضرب كافة الاتجاهات الإسلامية وتقديم المبرر للقضاء أو للإبادة الثقافية ومحو الهوية بمبررات الإرهاب. الصين أيضا تطرح نفسها كنموذج تنموي ناجح في ظل حكم سلطوي ديكتاتوري، وهو يعني يخدع العالم، يخدع الدول المتخلفة بنجاح النماذج التسلطية في الحكم في التقدم، وهذا أيضا من مخاطر الصين. في ظل العرض السريع أو المختصر لذلك، يمكن القول أن الخطر الصيني على العالم الإسلامي ماثل. يتمثل هذا الخطر في أن العديد من الدول الإسلامية أو الكثير من دول العالم الإسلامي لا تدعم مسألة الإيغور، لا تهتم أصلا بمسألة الإيغور. ويتضح ذلك أيضا في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان، رفضت الكثير من الدول الإسلامية الوقوف في جانب الصين. أيضا أنوه عن الموقف المتهاون بشدة لمنظمة التعاون الإسلامي حول هذه القضية. أيضا تهاونت في البداية، وكانت لدينا الفرصة السانحة لتحقيق منجزات على الأرض في تركستان في 5/7/2009 بأحداث أورونجي. في هذا الوقت زار الأمين العام ووفد كبير من المنظمة الصين في 2010 في العام الذي يليه، وللأسف الشديد كل ما أسفرت عنه هذه الزيارة، وتدخلت القوى الناعمة غير الأخلاقية في هذه الزيارة، أسفرت عن بيان هزيل أقرب إلى الغزل السياسي منه إلى مواقف يمكن أن تترجم على الأرض. القرارات العديدة، يعني الإهمال الواضح لمنظمة التعاون الإسلامي للقضية واضح في قرارات متعددة. بس بسرعة، القرار 1/46 بشأن حماية الجماعات والمجتمعات المسلمة، كل هذه القرارات تنوه تنوه عن يعني حسن تعامل الصين مع المسلمين، بل تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين، وتمدح سلوك الصين تجاه المسلمين. بل إن وزير الخارجية الصيني للأسف الشديد حضر اجتماعات مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في باكستان 22/3/2022، ووصلت المنظمة للأسف الشديد مداهنة الصين، وأشادت بالعلاقات الصينية وبحسن تعامل الصين مع المسلمين، وبأن المسلمون في الصين يحظون باهتمام ورعاية الصين. وللأسف تغمض المنظمة أعينها عما يراه كل العالم من معسكرات اعتقال جماعي موجودة في الصين، وهذا أمر مؤسف يتحملونه أمام الله سبحانه وتعالى، وللأسف يعدون ما يصنعون أفعالا تاريخية. يعني أستأذن الدكتور، يعني أقول البعد الغائب في السياسة الخارجية للعالم الإسلامي بل ولدى يعني عامة المسلمين هو الإسلام حقيقة. أعني أننا لا نستحضر يعني العقيدة الإسلامية كعقيدة محركة ومرشدة لنا. يعني يقول الله سبحانه وتعالى، نستحضر قول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض
وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، مهما بلغوا لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من يملك الأمر، من يملك التغيير، ولكن بالجهد. وأيضا قول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: واعلم أن الله يكون لك بقدر ما تكون لعباده. سبحان الله. ويعني وأظن أيضا بالتأكيد أن الله سيكون عليهم بقدر ما يكونون على عباده أو يخذلونهم. وأخيرا خالص شكري وتقديري للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في السر والعلانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.